عمي تبون، او الشباب تاعك كلهم في الحباس على جالت على جالت اقامه. السلام عليكم ورحمه الله. بحاجه نوجه تحيه خويا رائد وميرسي بوكو خويا، شرفتنا بارتو. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه رائد خويا، هذه رساله تما باه تعاون ولاد بلادك ونعرفوك الكتاف في الكتاف. تما كاين المشكل لهنا نوجهو لعمي تبون، نوجهو المسؤولين في الجزائر، وديما تحيا الجزائر. وماذا بينا بلادنا تطلع ويبقى قدرها ديما عالي، وين ما يروح الشعب تاعها ديما محترم. كاين مشكل لهنا، مشكل تاع الشباب تاعنا كلهم في الحباس عمي تبون، او الشباب تاعك كلهم في الحباس على جالت على جالت اقامه. وكوني جا موش دافع اقامه ولا واش مداير، كلشي تاعو قانوني. اقامه قال كلها رفض، رفض يديك الحبس عمي تبون بالباسبور الجزائري وداخل بالفيزا تاعك. كي يديك الحبس يخليلك عوائلك لبرا، يخليلك خدمتك لبرا، يخليلك صوارتك يطايشوا، يخليلك مشاريعك يطايشوا على اقدميه لهنا قدم. وكيما نقولوا مستقرين، يعني موش تاع جا عنده شهر تحكمني هبطني. وكان عمي تبون كيف نبقاو، يبقى الشعب تاعك هاك مهام في تركيا. يعني الناس جايين والديهم لهنا، انا حكيت معاهم، ماتهم باتهم خاوتهم يحوسوا على ولادهم ماهمش مجرمين. حنا ماناش مجرمين لهنا. حبس كوارت ماهوش اجرام، حبس كوارت وراقي مالقري. نحملو رمز بلاد 1.5 مليون شاهد عمي تبون، داخلين بالفيزا عمي تبون. ما عندناش حرب، حنا حراقه وحابين نطلبوا ولا داخلين بالفيزا. الشباب تاعك بقدروا داخلين باسبور جزائري، يعني الباسبور هذا ما يتهانش، هذا الباسبور ما يتهانش عمي تبون. واش تبانلك الشعب تاعك يبقى في الحباس لين في تركيا على جات اقامه؟ عمي تبون ماذا بيك غير دير الناحل. مسؤولين تاعنا السفاره الجزائريه في انقره، انا نعتبرها ما عندناش سفاره، على ماهمش يخدموا في خدمتهم. نوجه رساله لوزاره الخارجيه، هي المسؤول الاول اللي تدخل وهي اللي تنقذ الشباب هذا. كاين ناس مخلين ولادهم ونساهم يتامى لبرا، كاين ناس مخلين خدمتهم، ناس مخلين صواردهم. كيما انا عندي 4 سنين مستقر له، عندي جواز سفر، نزيد نعتلكم وراقي. عندنا حسابات بنكيه عمي تبون، عندنا صواردنا له. ما نجيش يرحلني ونخلي كلش. انا تعبت بها درت الشيء هذا عمي تبون. ما ماناش صغار، الحمد لله نخدموا بوجوهنا عمي تبون، باسامينا وبالقامينا وبالعالم الجزائري وفلسطين. ديما رافعين بالشعار تاع بلادنا. ما تصلحش يديك ديبور، وما تصلحش يقولك ما نعطيكش اقامه. على انت خدام ومستقر له، انت تخدم وتخدم وتدخل الناس، ما نقدرش نستغلو. دوكا عمي تبون المسؤولين تاعنا لازم تحركوا. الشباب ضاعوا لهنا، شباب الكل في الحبس. الجاليه الجزائريه اللي كانت في تركيا كومبلي راهي في الحبس على جالت اقامه مع انها تحمل الجواز هذا. والديهم يبكيو عليهم لهنا، والديهم يبكيو عليهم لهنا. ديروا لنا حل اخويا، ديروا لنا حل على وجه ربي. عمي تبون المسؤولين، السفاره الجزائريه في انقره، وزاره الخارجيه، ديروا حل. ردوا كرامه الشعب الجاليه الجزائريه في تركيا. لازم يولي يمشي كي ينعت هذا يحترمونا، موش يديك الحبس كوارت. اقامه، نسلكوا الاقامه ونسلكوا الضرائب ونسلكوا التامين ونسلكوا الايجار ونديروا الفواتير ونسلكوا التريسيتي. يعني رانا نعتبروا دخل فائده. مع احتراماتي للدوله التركيه، الدوله التركيه انا نحترمها وما عندي حتى مشكل، وهي قانونها ونحترموه. وحتى بلادنا ثانيتك دير للشعب تاعها احترام وترفع له راسو، وديما تحيا الجزائر. هذه هي الرساله تاعي. الجاليه الجزائريه تركيا كلها في الحبس. انا ندافع على ولاد بلادي، انا ما نستغلش ولاد بلادي. على كاين ناس يستغلوا ولاد بلادهم بطريقه واحده اخرى، انا ما نستغلش الحمد لله. انا ندافع على ولاد بلادي. انا نوجه رسالتي المسؤولين، عمي تبون السفاره الجزائريه في انقره، ديروا لنا حل. وبارك الله فيكم. وماذا بيا توصل الرساله هذه، وماذا بيا في اقرب وقت نفرحوا
ويتريقلوا امورنا حنا الجاليه الجزائريه، وتسوي الوضعيه الدوله تاعنا مع الدوله التركيه، وتحاول يعملوا لنا حل. وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر.